وبكده بقى نقول ان الجمال عدى الكلام. الكشري ده مش اي كشري، ولا هتاكلي كشري تاني من بره. اتحداكي يلي بتحبي كشري التحرير وبتحبي الكشري، مش هنذكر بقى اسامي علشان خاطر محدش يزعل مننا، بس اتحداكي كده وهسمعك بنفسك. يعني بجد جوزي قال لي يا قروبه انت فكتي المحلات المشهوره، لانه كان جاي واكل كشري من بره. تعالوا بقى نشوف كده طعم الكشري الرهيب الخطير، ولا الشطة والدقة، يا خرابي يا خرابي، حاجة كده رهيبة والله رهيبة. وهسمعكم بقى جوزي كان بيقول لي ايه اول ما جه وده الكشري الجميل دوت. الكشري ده خطير صح؟ ولا اللي انت كلته؟ وبكده يكون وشاهد شاهد من اهلها. فتعالوا بقى ما تطلعوش بره الفيديو عشان نشوف التكات والحركات اللي خلى الكشري بتاعنا بتاع البيت احسن من بره. تعالوا كده اول حاجه كده سلقنا المكرونه، هنحط نسبه كده يعني انا حطيت اقل من نص كيلو من المكرونه وعليهم اسباجيتي. بصي انا مش هكلمك عن كميه، الكميه اللي انت عايزه تعمليها اعمليها، الكميه اللي انت عايزه تكفيها كفيها، واعمليه بالطريقه دي. واتحداكي لو قلتي عينك جت على محل كشري تاني من بره. طبعا حطينا الملح وحطينا الزيت. في تكات كده لو عملتي بيها الكشري هيطلع معاكي تحفه التحفه، وهي ان انا ما اسويش وانا بسلق المكرونه او العدس او الرز ما اسويهمش قوي. يعني ايه ما اسويهمش قوي يا ام هيا؟ يعني خليهم نيين؟ لا يا حبيبتي ما تخليهمش نيين، بس خليهم تحسي ان انت بتاكلي الحاجه، تحسي ان هي مش معجنه في ايدك. والسر ده جاي منين؟ ان انا مثلا بسلق المكرونه ما غطيش حله المكرونه. اوعي تغطي حله المكرونه خالص، حتى وانت بتعملي اي نوع مكرونه عشان تطلع معاكي مفلفله وجميله وتحسي وتقولي الله الله. ما تغطيهاش خالص. سلقنا المكرونه، بصوا المكرونه مفلفله وجميله ازاي. ما سلقناش المكرونه لدرجه ان هي تتهري معانا، يعني انا لما ادوقها احس ان انا بعرف اندوخها. طبعا انا في المرحله دي بحط كله مع بعضه. حطيت بقى سلقت المكرونه والعدس على النار. طيب لما اجي اسلق العدس اعمله معامله الرز. يعني ايه؟ يعني احط العدس كميه الميه اللي يغطي العدس بس فقط لا غير، وبغلي كاتل من جنبي وبشتغل بيه بقى. تعالي بقى دلوقتي هنعمل احلى شعريه، بس مش هنحط على الرز، يعني مش هنعمل رز بشعريه، لا ده انا هعمل شعريه لوحدها. ده احنا بنشتغل في في حاجات كده فاخر من الاخر. والله الفيديو ده يحتاج 1000 لايك. يلا بقى حطي لي اللايكات الجميله بتاعتك اللي هتشهرني كده وتخليني يعني مزاجي فوق في السما. اوعي تستخسري فيا اللايك عشان انا بدعم في الفيديوهات علشان خاطر ابسطكم والله. هنحمر الشعرية كده وهننزل بشوية مية كده، برضه هنعملها معاملة الرز. بص الكشري ده لازم يتعامل معاملة الرز، بس الرز المفلفل الجميل الرهيب اللي انا اكله كده واقول عليه الله الله. حطينا كده شوية مية اللي هو يغطي الشعرية، وهنحط الملح. وبرضو معلومة مهمة جدا وانا بعمل الكشري، اوعي تحداي اي نوع من اي حاجه بتسلقيها. ما تحدقيش حاجه عشان لما نيجي نحط كله على بعض ونحس ان احنا بناكل طعم الكشري ما يبقاش حادق معايا. فحسي بطعم الكشري الصح كده. خلاص الشعريه اتشربت معايا فوطيت عليها وهتستوي معايا وخلاص على كده وشكرا. تمام. وطبعا الحلة دي هي الحلة اللي هنعمل فيها الرز، يعني حتى مش هنغسلها خالص عشان تاخد طعم الشعرية معايا. بصوا العدس كل ما احس انه محتاج ميه بحط له، وما يخش في السوى بروح رش عليه شويه الملح وشويه الكمون. التوابل معايا النهارده عباره عن ملح وكمون وخل وشطه، دي الراعي الرسمي للكشري. تمام. اكتر من كده ما بنحطش، يعني ممكن هنقول هنحط تاني، بس خليكم معايا كده ونشوف. بصوا العدس عامل ازاي مستوي وفي نفس الوقت مفلفل، وكمان بيبقى عامل كده زي الرز المفلفل في الاخر. تعالوا بقى كده نعصر شويه طماطم كده، كيلو الا ربع من الطماطم كده عصرتهم في الهاند بلندر وهنعصرهم ونشتغل بقى في الصلصه، ونشوف بقى التكات والحركات بتاعه الصلصه اللي هتخلي لي الكشري ده وانا باكله اقول الله الله. لو عملت شويه الكشري دي مش هتعملي وصفه
بعد كده غير عن طريق هي جربي وانا يعني اتحداكي لو مشيتي بالخطوات دي والكشري معاكي ما طلعش احسن من بره، انا بتحداكي النهارده. فخلينا كده بقى العدس والشعرية بردوا خالص وبنفضيهم كده بقى في بولات وما نغطيهمش، نخليهم زي ما هم معريانين لحد ما يبردوا خالص، علشان انا لو غطيت عليهم هيعجنوا وهيعرقوا. تمام. بصوا العدس عدس كده ايه حاجة كده مفلفلة وجميلة بجد. حطينا بقى ايه شوية هنا زيت مكان الشعرية، وهننزل بالرز عشان يطلع معانا الرز مفلفل. لازم ما ننزلش بالمية على طول، هنديله تقليبتين 3 4. احنا ورانا حاجة، قلب الرز كويس جدا ووطي النار علشان ما يلزقش منك، وكوني محضرة المية جنبك. تمام. الرز كل ما هتشتري نوع رز حلو كل ما هيطلع معاكي مفلفل. نوع الرز بيفرق بصراحة، ومش اعلان ولا اي حاجة، لا بجد احسن رز استعملته. في انواع رز طالعة كتير جدا، بس بصراحة رز الساعة حاجة كده جميلة بجد. حطينا كده كمية المية، وانا ما بعيرش الرز مية الرز زي ما انتوا عارفين، بغطي الرز وعلى حسب نوع الرز. بصراحة رز الساعة ده ما بيشربش مية كتير، وبيبقى ما بياخدش بالظبط 5 دقايق على النار. حطينا الملح بتاعنا وظبطنا الملح، وزي ما قلنا ما نحدقش اي حاجة بنسلقها عشان الكشري يطلع معانا حلو، ونحس ان احنا بناكل طعم كشري حلو. خلاص كده بقى كانت المية اتشربت، هنرجعه كده ورا يعيش مع نفسه في السوا، عشان نعمل احلى صلصة وبتكات الصلصة الجميلة الرهيبة. جبنا بقى كده حلة وهننزل بشوية زيت، بس انزلي بشوية زيت محترمين علشان هاخد وش الزيت ده وهعمل بيه حركة ولا اجدعها محل كشري. ايوه بصوا التوم ده، بوريكم التوم اللي احنا لسه مفرزينه مع بعض. بصوا ابيض وجميل ازاي. طب انا مش مخزنة توم، هتعملي روز توم، هتاخدي نصها للصلصة والنص التاني هقولك هنعمل بيه ايه دلوقتي. بصوا اهو هننزل بقى بنص بمعلقه. لو انا فرمه توم يبقى هنزل بمعلقه كبيره من التوم، واحمر التوم ده جنبي اكون محضره ازازه الخل والشطه. تمام. طب انا ولادي ما بيحبوش الشطه، يبقى هتحطي الشطه توابل بس في الصلصه عشان تديكي طعم صلصه الكشري. حطي نسبه بسيطه من الشطه، نزلنا كده بربع كوبايه من الخل وسنه شطه بسيطه علشان تديني الطعم والمزازه. وبعديها هننزل بالطماطم عادي، عايزه تنزلي بصلصه الاول مفيش مشكله، بس انا الصلصه ما كانتش جنبي وكنت عايزه الطماطم ما تتحرقش مني، فنزلت بالطماطم عادي. وكده هنحط معلقه السكر هتعادل نسبه الصلصه، فمش هيحصل اي حموضه ان شاء الله. حطينا بقى كده الملح والكمون وسنه بهارات 7 بهارات او اي نوع بهارات موجوده عندك، سنه بسيطه جدا، والنص معلقه من السكر. وشكرا على كده الصلصه. قلبيها تقلبتين وسيبيها تغلي بقى وتاخد الغلوتين. وطبعا ما ننساش معلقتين الصلصه يا جماعه. الصلصه بجد لو انت مفرزه صلصه او ان انت تشتري كيس صلصة بيفرق جدا في الطعم، بيدي طعم حلو جدا. خلاص كده خلصنا من الصلصة، كمان هنسيبها تغلي، والرز كمان كان معانا نديني التقليبتين كده وخلاص. انا عقبال ما خلصت الصلصة كان الرز استوى. بجد زي ما بقول لكم رز الساعة ده كده حاجة حلوة قوي، ودي يعني انا ما بجرب حاجه بقول لكم عليها. بصوا الصلصه كمان خلاص خلصت معايا بدوقها كده وبشوف طعمها، لقيتها رهيبه بجد، طعمها جميل جدا بجد. تعالوا هنا بقى كشري يعني تقليه او ورد زي محلات الكشري ما بيقولوا. عندي طريقتين ممكن اعمل بيهم البصل. انا بعشق التقليه مع الكشري انا وولادي كده، يعني ممكن اعمل 3-4 كيلو تقليه مثلا كده. بنعشق التقليه على الكشري. فعندي طريقتين، لو انا عندي صبر وعندي وقت ممكن اعمله كالجوانح وده عادي خالص. لو انا ما عنديش صبر وما عنديش وقت ففي الكبه كده بقى وطحنين طحنه نص طحنه، اللي هو مش عايزه البصل يتفرم جامد، عايزه البصل يعني تكتين بس كده وخلاص. شكرا على كده. هفضي بقى كمان اللي انا وريته لكم ده، وهحط بقى 3-4 معالق من الدقيق. ايوه لا تحطي خل ولا نشا ولا الكلام الفاضي ده كله. جربي طريقه التقليه بالدقيق دي وهتطلع لك تقليه حاجه كده مقرمشه ولا اجدعها محل، اقسم بالله.
تقلية بالطريقة دي يا جماعة. وطبعا بنطلعها على طبق مفروض عليه ورق زبدة بقى او عليه ورق كراسة من بتاع الولاد كده، ابيض طبعا ما يبقاش مكتوب عليه، ونحطه في الطبق كده ونفرده، وهتاكلي تقلية ما كلتهاش في حياتك قبل كده. نقلبه تقليبة كده ونروح على الزيت. المفروض ان الزيت يبقى زيت غزير، بس طبعا عشان خاطر ظروف الزيت اللي احنا فيها اليومين دول، فبنشغل حالنا كده ونحطنا شوية حبة زيت كده صغيرين، وهنشتغل وهنطلع برضو تقلية محمصة وتقلية جميلة، وتبقى فلة فلة فلة. يلا بقى، انت لسه ما حطيتيش اللايك، وتسلم ايديكي يا اللي حطيتي اللايك وشجعتيني، علشان بجد بجد يعني تبقوا يعني بجد انت تعرفوش انا بتعب في الفيديوهات قد ايه والله العظيم، وربنا يعلم ان انا بحبكم كتير كتير. قلبنا البصل كده بقى ياخد اللون البامبي الذهبي الجميل، ونحاول نصفيه بقى ونطلعه كده بالمصفى. تمام. او محضره طبعا الطبق او البوله، ومحضره الورقه وفردت عليها. خلصت كميه البصل. تعالوا بقى نعمل اهم ما في الكشري، هي الشطه. عايزه تعملي شطه المحلات، هتحطي بقى 3-4 معالق كده من الزيت، ويتقدحوا كويس جدا، وانزلي بمعلقتين من الشطه. اصحاب الشطه، احباب الشطه الحراق النار، يعني احضري بسرعه علشان الشطه دي هتعجبك جدا جدا. بعد ما الشطه كده اتحمرت معايا، نزلت كده بربع معلقه من الخل، و3-4 معالق كده من الصلصه. تمام كده. الشطه خلاص خلصت معايا في دقيقه، مش في 5 دقايق. هننزل بقى بشويه ملح وشويه كمون، وشكرا ليكي لحد كده. نفضيها بقى في بطرمان كده، وخلاص على كده. هنعمل دلوقتي بقى مع بعض هنعمل كمان الدقه. ايوه، ما هو الكشري ما يحلاش الا بالدقه. تمام. تعالي بقيت راس التوم بقى، لو انت مش فارمه توم، انزلي دقيها بشويه ملح وانزلي بيها. عندك توم مفروم زي كده، انزلي بنص معلقه من التوم، وعليها يعني اقل من ربع كوبايه من الخل. تمام، يعني او ربع كوبايه على حسب حبك للدقه. وانزلي بمعلقه صغيره مليانه كده من الكمون، وشويه الملح علشان يبقى مظبوط معايا، وشويه ميه من الكتل كده، وقلبي كل ده. وعملت احلى دقه في الدنيا والله العظيم. يعني هي الاكل بره ما فيهوش اي افتكاسات، لكن في فنيات، فلازم نقف في مطبخنا كده ونفنن. ايوه، لازم نفنن. هتطلعي احلى ما عندك، وهيبقى احلى اكل، وربنا يحسن ما بين ايديكم كده. خلصنا خلاص الكشري، والله ما بياخد في ايدي وقت. يعني هتقولي دربكه في حاجات كتير، والله انت بتشغلي النار على كل حاجه، وكل حاجه بتبقى سهله. وكمان حطيتها لهم هوت في علبه الكاتشب كده، علشان بقى الحركات بقى واحنا بناكل كده تبقى نحس ان احنا ما يعني في محل كشري كده بقى، يعني فاهمين. نزلنا كده بقى بالشطه، وحطينا خلاص الدقه. ما تيجوا بقى نغرف شويه كشري ما حصلوش. بس قبل ما نغرف الكشري، تعالوا بقى، انا قلت لكم ليه نزود الزيت هنا. ما بعد الصلصه ما بتخلص، بياخد وش الزيت دوت على المكرونه. الله الله الله، بجد الله. كومنت حلو منكم كده، تقولي لي رايكم في الكشري ده. لو كنت وصلتي معايا لحد هنا، قولي لي ان انا وصلت لحد ما قلبت المكرونه بالصلصه. قولي لي انت وقفتي لحد فين. تمام. قولي لي ان انا حطيت اللايك، علشان انت تستاهلي احلى لايك، وانتوا كمان تستاهلوا احلى اكل يتعمل ويوصل لكم لحد بيتكم كمان. خلاص ان شاء الله باذن الله ربنا يحسن ما بين ايديكم، وتعملوا احسن ما عندكم. هنغرف بقى احلى كشري. بصوا انا هنا بقى كنت كمان بغرفه الهيا. هما ولادي بيحبوا يعيشوا اجواء المحلات، فبيحبوا بقى يحطوا كده في اكياس. طبعا دي اكياس التلاجة النظيفة عندي، فحبيت بقى اغرف لهم كده، ونعمل تكات المحلات. ما احنا مش هنحرمهم من اي حاجة خالص، احنا نقدر نعمل كل حاجة، واحسن من بره كمان، واوفر وانضف. كل حاجة نقدر نعملها. نحط بقى شوية دقة كده. طبعا هاي ما بتحبش الشطة، بس ممكن يعني بعديها حطيت لها سنة شطة كده. بصوا رأيكم في كيس الكشري الجميل ده؟ بنروح نشتريه بكام؟ ده طبق الكشري اللي انا هغرفه ده والله بيعمل 40 جنيه بره. والله العظيم جوزي قال لي طبق الكشري ده بره بيبقى ب40 جنيه.
تخيلوا بقى ان انا الاكله دي كلها مش هتكلفيها 40 جنيه. طبعا ما رضيتش اعمل حمص الشام مع الكشري عشان اعمل لكم غدا اقتصادي يعني، فما رضيتش طبعا الحمص غالي، فما رضيتش ان انا ادخل لكم الحمص في الموضوع عشان ما تقولوش يا لسه هنشتري حمص. لا، ما تشتروش حمص، والكشري زي الفل وجميل جدا جدا. حطينا، انا بحب بقى ارص الكشري برز ومكرونه وعدس وشعريه، واحلى حاجه بقى العظمة كلها، العظمة لله طبعا، التقلية الجميلة الخطيرة دي. والله بقى على الصلصة وطعم الصلصة، تبقى عايزة تشربيها كده بالمعلقة من كتر طعمها وحلاوتها. يعني نعمل صلصة نظيفة في البيت ولا نروح ناكلها بره؟ يلا بقى قولولي ايه رأيكم في احلى طبق كشري ده، ومستنياكم تقولولي ان احنا هنعمله بالطريقة دي. ولما تعملوه بالطريقة دي يا ريت تكتبولي كده ان انتوا عملتوا احلى كشري. يلا بقى بايه، بصوا اهو كمان دقته معاكم، لان انا كنت خلاص غرفت لهم وقلت بقى ايه انا هقف اكل معاكم كده. انا بحب اكل وانا ايه فاتحه الكاميرا، بحس كده مش عارفه بحس بايه، بس اهو بصوا تفاصيل بحس ان انا كده وانا بدوق بجد بجد بتبقى عظمه. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. الكشري ده خطير، صح؟